Hello Junior 6. يلا نتعلم نكتب إيميل. أولا هنقرأ السؤال كويس جدا لأن فيه البيانات. Write an email to your friend about 50 words about your neighborhood، يعني الحي الذي تعيش فيه، هو لا يقل عن 50 كلمة. Your email is amr@yahoo.com. Your friend's email is kareem@yahoo.com. دلوقتي هنكتب الإيميل. أولا هنكتب البيانات. Your friend's name، اسم الصديق أو الإيميل الخاص بيه بيتكتب عند to ومعناها إلى. Your name أو your email دي بيانات المرسل بتتكتب عند from ومعناها من. About ومعناها عن، بنكتب عندها عنوان الإيميل. ناخد بالنا في كتابة العنوان دايما بنغير your لماي، وعشان كده كتبنا my neighborhood. كلمة dear معناها عزيزي هنكتب جنبها اسم المرسل إليه. الإيميل لازم يبدأ بتحية، هنقول hello how are you. بعد كده هنبدأ نتكلم عن موضوع الإيميل. I am writing to you about my neighborhood. أنا أكتب لك عن الحي الذي أعيش فيه. I live in a big city. We have a big community garden. لدينا حديقة مجتمع كبيرة. People plant vegetables and fruits. الناس تزرع بها الخضروات والفاكهة. They plant lettuce, potatoes, tomatoes, onions, apples and lemons. They never use chemicals. مش بيستخدموا أي مواد كيماوية. People in my neighborhood are nice and helpful. هم لطاف ومتعاونين. They volunteer to look after the community garden. هم بيتبرعوا للعناية بحديقة المجتمع. It is very useful. We have fresh organic food. هي مفيدة جدا لأننا بناخد منها طعام طبيعي وطازج. ختام الإيميل هو كلمة see you soon ومعناها أراك قريبا. في أسفل الإيميل بنكتب yours واسم المرسل، وبكده نكون خلصنا كتابة الإيميل. مهم جدا إننا نراجع على كل اللي كتبناه تاني. Thank you Junior 6. See you next time.